إخواني المشاهدين، السلام عليكم أينما كنتم وأينما حللتم. آخر الأخبار: الخضر يخبر الغايب. الفريق الوطني الجزائري طردوه من كأس إفريقيا 2024 من ساحلاج بلا سبة. شراوها له علاش الله أعلم. وعلى حساب ما وردت لنا من معلومات أن اللاعبين كتبوا من الحريرة والسفنج وشربوا الراعي بيريني في الفندق، وعلى هذا جاتهم لا ديارية، واللي ما يفرج بالعربية جاهم الإسهال، سهل لهم الخروج من المنافسة. الشعب الجزائري حسن عاونهم وتفهم الوضعية وخرج شجعهم وقال لهم راكم أحرار، راكم أحرار ومستقلين واستحلوا وين بغيتوا، رانا فخورون، نحن فخورون بكم، ونترك لكم التعليق. كل أعضاء المنتخب يغادرون في هذه الأثناء القاعة الشرفية باتجاه الحافلة لامتطاء الحافلة التي خصصت لهم، الحافلة المكشوفة التي ستجوب كما ذكرنا الشوارع والساحات العامة، أبرز الشوارع والساحات العامة هنا في العاصمة الجزائر. يوسف بلايلي وكل اللاعبون. إذن في هذه الأثناء صور تأتيكم مشاهدين على الهواء مباشرة. الخضر يغادرون القاعة الشرفية بعدما حطت طائرتهم طبعا في حدود الساعة 8:10. الفرحة والسعادة بادية على محيا اللاعبين وأكثر اللاعبين الذين يحظوا مترف بالصور. أعتقد يوسف بلايلي الذي يجد مضايقة من الجميع من أجل أخذ صورة تذكارية. أصبح نجما فوق العادة. بطبيعة الحال الصور هذه تعبر عن نفسها وتعبر على حب الجمهور الجزائري للمنتخب الوطني، وهذه يعني أشياء كنا نشوفوها في السابق، يعني في التأهلات للمونديال شفناها في 2010، شفناها في 2014 وشفناها في 2019، والآن رانا نشوفوها في كأس العرب يعني بجد واستحقاق. تلعب مباراة كل 3 أيام وكل 4 أيام ما هي سهلة، ما سهلة، والحمد لله وبريتم يعني وريتم قوي. أول تتويج راح يبقى راسخ في أذهان كل الجزائريين، وخاصة أنه يعني مثل كأس الكان يعني جبناها من خارج الديار، هذه نفس الشيء يعني جبناها من خارج الديار. المنتخب الوطني وين باللغة الفرنسية نقولوا زومي لابار تريو، يعني لازم يعني دوك